في الفترة الأخيرة وبالأخص مع بداية أحداث غزة، ولقينا انتشرت بعض الأغاني أو بعض الأناشيد على السوشيال ميديا، واحنا بنشيرها وبنركب عليها صور أو بنحط عليها ريل أو نعملها ستوري أو الحاجات دي كلها. والحقيقة احنا ما ينفعش أصلا إن احنا نشير الأغاني دي ليه؟ وإيه هي أصلا الأغاني دي؟ هقول لحضراتكم في الفيديو ده. أولها أغنية سلام يا مهدي. الحقيقة الأغنية دي انتشرت جدا جدا وناس كتير بدأت تسمعها وتشيرها وتعجبها جدا. اللحن حلو، الكلمات محدش مركز في الكلمات هو بيتقال ايه، ولكن صورة الولد اللي متركب على الأغنية وهو بيبكي وبينشد الأنشودة دي. طيب نعود لأصل الأنشودة، هنلاقي مين اللي بينشدها. اللي بينشدها منشد شيعي اسمه محمد غلوم، لو عملتوا سيرش عنه هتعرفوه. بحثت عن اغاني عفوا كلمات الاغنيه. كل ما ادخل ادور على كلمات الاغنيه الاقيها موجوده على المواقع الشيعيه. طيب وانا في ظل انا ببحث لقيت بعض الفيديوهات لبعض الشيوخ اتكلموا عن النقطة دي، وقالوا ان هم يعني يبحثوا عن المهدي الخاص بيهم، ده مش المهدي المنتظر بتاعنا احنا كمسلمين، وان المهدي بتاعهم كان يعني في اعتقادهم ان هو هيكون دخل سرداب ومش هيخرج منه الا في اخر الزمان وما الى ذلك من اعتقادات شيعية لا انزل الله بها من سلطان، ملناش اي علاقة بيها احنا اهل السنة. اهل السنة ملناش اي علاقة بيها اطلاقا. طب نركز كده في كلمات الاغنية. سلام يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد، في خط روح الله إن على العهد. ايه في خط روح الله إن على العهد؟ احنا لينا علاقة بالكلام ده؟ والحقيقة برضو في بعض الجمل الغريبة العجيبة. سيد الجمعة خدنا قربانا بالفداء أقتدي خطى كربلائي. دي باقي الأنشودة أو الأغنية، هو بس واخدين منها جزء اللي انتشر والناس عمالة تشيره، ولكن بصوا على الكلمات كلها وشوفوا المعنى ايه. دي الأغنية الأولى اللي لازم ناخد بالنا منها اللي هي سلام يا مهدي. طيب الأغنية التانية ايه واللي منتشرة جدا جدا برضو كله بيعمل عليها ريلز وستوري وحاجات دي كلها ايه؟ حضن اليسوع محمدا وإذا العروبة أشركت وتأمركت وتصهينت. انتوا عارفين مين اليسوع؟ عقيدتهم عقيدة الثالوث. احنا المسلمين أهل السنة احنا ملناش دعوة بالكلام ده على الإطلاق أصلا، ده شرك، ده شرك. يسوع مين والثالوث وعقيدة الثالوث مين؟ احنا كمسلمين ليس لنا أي علاقة إطلاقا بالكلام ده. فبأذكر نفسي وإياكم إن احنا ننتبه كويس جدا. مش معنى إن احنا عايزين نشير حاجات بنساند فيها إخواتنا في غزة وفي فلسطين نقوم نعمل حاجة زي كده. طبعا انا عارفه ان احنا معظم اللي عمل كده بدون قصد منه وما يعرفش، ولكن انا حبيت اعمل الفيديو ده لان لقيت ان الاغنيتين دول لقوا رواج كبير جدا جدا، واحنا كمسلمين لا يجوز لينا اطلاقا ان احنا لا نشيرهم ولا حتى نغنيهم ولا نحفظهم لاولادنا، لان للاسف بعض الاطفال الصغيرين حفظوها على كده وخلاص. لان فيهم مش بعض الشرك، لا فيهم كل الكلام اللي فيها سلام يا مهدي دي كلها شرك. اليسوع احنا يعني اعتقد الفكره وصلت والمعنى وصل لحضراتكم، واي حد عامل ستوري او ريل على الاغاني دي يدخل يحذفها، وربنا يغفر لينا جميعا زلتنا وتقصيرنا باذن الله تعالى. السلام عليكم.